اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم فراخ بالبصل المكرمل، سهله وسريعه. جو حر جدا ومش قادرين بقى نقف في المطبخ كتير، فبنبقى محتاجين وصفات كده تخلص بسرعه وتبقى سهله. فالوصفه دي ليكم، اعملوها كده بطريقه سهله وان شاء الله مش تاخد معاكم وقت خالص. يلا لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديده. كمان ما تنسوش تعملوا لي لايك. اول حاجه هسمي الله وهنبدا كده مع بعض. معايا حوالي 4 بصلات صغيرين. البصل كان عندي صغير، فلو عندكم البصل الكبير ممكن تستخدموا بصلتين بس، يعني هي بتبقى طعم البصل حلو فيها قوي. وبعد كده قطعته جوانح بالشكل ده وهبدا ان انا افركه بايدي كده. وما تقلقوش خالص من ريحه البصل دي، هضيعها معاكم دلوقتي في ثانيه من حاجه موجوده في البيت. بعد ما فركته كده كويس هنقله بقى في الطبق، وهغسل ايدي كويس جدا بالصابون. وبعد كده هجيب عودين من البقدونس وهفرك ايدي بقى كده بالطريقه دي كويس قوي. وبعد كده اغسلوا ايديكم وانسوا ان في اي ريحه بصل ولا اكنكم قطعتوا بصل اصلا. جربوها ان شاء الله مش هيبقى فيه اي ريحه وحشه خالص في ايديكم، لا من بصل ولا من توم. انا اي حاجه بتمسك كده في الايد على طول البقدونس بيبقى عندي على طول، لازم اعمل بالطريقه دي كده مش عشان ما يبقاش فيه اي ريحه خالص. بعد كده كان عندي حوالي 6 قطع من البانيه. قطعتهم بالطريقه دي، تعملي شاورما بس اتخن شويه. لو ناويه بقى تعملي بانيه ومكرونه، انا عارفه احنا بنستسهلها قوي في الحر، فغيري بقى المكرونه واعملي رز ابيض. انا عملت جنبها رز ابيض. الحله اللي انتوا شايفينها دي كنت بعمل فيها الرز الابيض. بدات بالرز الاول عشان الفراخ بتبقى محتاجه ان هي تتقدم سخنه فما تطولوش عليها. بعد كده جبت بقى الطاسه وحطيت فيها مكعبين من الزبده ومعلقه من الزيت علشان بس الزبده ما تتحرقش. واول ما تبدا تسخن معايا هنزل على طول فيها بالفراخ. هفرد بس الفراخ كده في الطاسه، مش عايزه اقلبها كتير عشان ما افقدش السوائل بتاعتي. انا عايزه الفراخ تفضل محتفظه بالسوائل عشان تبقى طريه. فاول ما تبدا بقى لونها تتغير كده قلبوها. هنقلبها بقى ونبدا نحط التوابل بتاعتنا. التوابل كانت عباره عن معلقه صغيره من الفلفل الاسود، كمان معايا بودره ثوم، بودره بصل، جنزبيل. حطيت كمان ربع معلقه كده من الكاري. بحبه قوي مع الفراخ بيدي طعم حلو. لو مش حابين ممكن بهارات فراخ. وحطيت معلقه صغيره كده من الملح. لو عندكم مشروم كمان وحابين ان انتوا تضيفوه ممكن تضيفوه في الوقت ده، يعني عايزاها تستوي، يعني انا عايزه الفراخ تستوي. كمان بقى لو خدت لون من تحت كده، وعارفين انتوا اللون اللي هي بتبقى اللسوعه بتاعه الفراخ دي بتبقى حلوه جدا. تقريبا كده الفراخ استوت معايا. هنقلها بقى في طبق تاني عشان عايزه استخدم الطاسه. هنعمل البصل في نفس الطاسه دي، احنا مش عايزين بقى مواعين كتير ونقف في المطبخ كتير. يعني هي زي ما انتوا شايفين مش بتاخد وقت خالص. شايفين بقى كل اللي في الطاسه ده، متقلقوش هنطلعه، وده اللي بيدي الطعم الحلو جدا. هننزل بقى بمكعب من الزبدة تاني، وكمان البصل اللي احنا قطعناه، ومعلقة صغيرة من السكر. السكر هيساعد ان البصل يتكرمل بسرعة وما ياخدش وقت. هي الوصفة زي ما قلت لكم مش بتاخد وقت خالص، كل الوقت اللي انتوا هتاخدوه ان البصل يتكرمل. شايفين يعني احنا كده قربنا للون الكرملة الحلو، هو بدأ دخل في الكرملة. بس كده انا مش هطول عليه اكتر من كده. هتنزل بقى عليه الفراخ اللي احنا سويناها في الاول، وهقلبهم بقى مع بعض كويس. وبعد كده هنعمل مع بعض بديل الكريمة اللي انا عملته قبل كده معاكم في كذا فيديو، عملناه كتير جدا. حطيت معلقة كده من الدقيق وهقلبها كويس لحد ما تختفي. وبعد كده معايا بقى كوباية من اللبن وعليها معلقتين او 3 من القشطة البلدي، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وانزلوا بقى عليهم بالفراخ كده. بجد بديل حلو قوي للكريمة، طعمه حلو جدا وهيديها طعم حلو قوي. بس انا مش هزود عليها، هو دقيقتين بس كده تغلي مع بعض، ورشة بقدونس وبس كده هتبقى الوصفة بتاعتنا خلصت. زي ما قلت لكم بقى انا عملتها مع رز ابيض، قدمتها معاه وشوية سلطة، وكانت الوصفة خلصت في ثواني. عقبال كده ما الفراخ تستوي هتكونوا عملتوا السلطة كمان والرز وبس. احلى غدا واسهل غدا ممكن تعملوه، سهل وسريع ومش هيوقفنا كتير في المطبخ. جو حر جدا، محتاجين حاجة كده ايه تكون سهلة وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو وشكلها حلو. يا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم. جربوها بقى وقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو مكملين معايا لغايه دلوقتي متنسوش بقى تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش يلا سبسكرايب بقى وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديده. شكرا جدا ان انتوا معايا لاخر الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديده على خير.
مع السلامة.